هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. بصوا بقى يا جماعه، الاصحاب الحلوين رزق بصراحه. لما يكون عندك اصحاب حلوه وتلاقيهم كده جايبين لك حاجات حلوه معاهم وهم جايين من السفر، ده احلى رزق في الدنيا. طيب النهارده اصحابنا حبايبنا جابوا لنا ايه؟ جابوا لنا شويه حمام. ايوه، جايبين لي كده جوزين حمام مغسولين ومحشيين وما تعبونيش في اي حاجه، يا دوب انا بس سلقتهم وحمرتهم وهم نقول بسم الله ونصلي على الرسول، ونقول اول حاجه هنعملها في سلق الحمام ميه، وننزل فيها بالمطيبات بتاعتنا، طبعا انتوا كلكم عارفينها وانا هكتبها لكم في الكابشن. وننزل بجوزين الحمام اللي زي الفل دول، واحلى شوربه طلعت منها. انا في الطبيعي ما بحبش ان انا اخد شوربه الحمام من اي حد ولا اشربها من اي حد، ولو انا اللي مش عاملاه ببقى قلقانه شويتين، لكن بصراحه كان زي الفل. تسلم ايديهم وكتر الف خيرهم على الهديه الحلوه. سلقنا الحمام وخلصنا وبقينا زي الفل. ندهنه كده بفرشه بشويه سمنه بلدي، وهوب هوب فين؟ على الاير فراير. لو ما عندكيش اير فراير اقليه في الزيت، هيبقى زي الفل، هيطلع لونه ذهبي ويجنن. وفي كمان تب تانية ممكن تعمليها، انك بدل ما تحطي سمنه بلدي انقعيه كده في شويه لبن بشويه ملح وفلفل، وش فوق ووش تحت، وبرده على الفرن او على المقلايه، وبألف هنا وشفا. طيب ايه اللي هنعمله النهارده جنب الحمام وهو بطل الوصفه بتاعتي؟ صينيه رقاق باللحمه المفرومه. طيب هتعملي رقاق يا مرمر بالجلاش العادي؟ لا، مش هعمله بالجلاش العادي، هعمله بخبز الصاج. هنشوف دلوقتي ونقول بسم الله. فوق نزلت بالسمنه سخنت، رحت نازله باللحمه شوحتها، ونزلت بالبصله ملح وفلفل وشويه هيل مطحون، وقلبي قلبي قلبي كله تمام. انزلي بشويه الميه وسوي اللحمه بتاعتك. طيب هل انا هسوي اللحمه بتاعتي للاخر خالص؟ هخليها مستويه وجاهزه الكل، بس انا بحب اسيب فيها شويه صوص كده صغيرين. ليه يا مرمر؟ انا النهارده مش عامله رقاق بالجلاش العادي ولا الرقاق اللي بنقعه في الشوربه، انا جبت خبز الصاج اللي احنا بنعمل بيه سندوتشات الصاج بتاعتنا. جربوه هتلاقوه حلو جدا، وهبدا اعمل بيه الجلاش بتاعي او الرقاق بتاعي. طيب الخبز الصاج ده بيبقى شويه محتاج انه يستوي ويورق معاكي كده. هعمل ايه؟ في الصينيه بتاعتي نزلت بالماده الدهنيه بتاعتي، اذا كانت زبده او زيت او سمنه، وانا هنا مستخدمه سمنه بلدي. هنزل بورقتين ورقتين، لان انا ما بحبوش يكون مليان دسم قوي ويبقى تقيل على المعده، فورقتين ورقتين احسن من ورقه ورقه. طيب هنا قدامك اهو بعمل التكنيك بتاعي. طبعا لو انت شايفه ان حجمه اكبر من الصينيه بتاعتك، حطي الصينيه بتاعتك على قد الورق وقصتي كده من الاطراف، هيبقى زي الفل. وفرشه فرشه كده تحطيه. على فكره والله طعمه بيبقى حلو قوي، بس انتوا جربوا واعملوا اللي قلت لكم عليه وهتلاقوه بقى خطير. شوفوا انتوا هنا شايفين ان هو ايه؟ عجينه. شوفوا الميه بتاعتي لسه فيها شويه صوص. الصوص ده هيعمل ايه بقى؟ هيطري الورق وهيسويه وهيخليه زي الملبن كده في بقك، يعني هو مقرمش وفي نفس الوقت لين، هيبقى حلو قوي قوي. بس انتي جربي الطريقه دي وقولي رايك. وافردي اللحمه بتاعتك كده شويه شويه. طبعا الصوص ده هيتبخر طبعا في الفرن، ولا هيبقى ليه اي حاجه، بس هيدي بقى طعم للعجينه نفسها. هتحسي ان من اول ورقه لاخر ورقه هي اخده من صوص اللحمه ومن طعم البهارات بتاعتك، وهتلاقي طعمها خطير. انا بصراحه عندي البيت والولاد بقوا بيحبوه جدا جدا بخبز الصاج اكتر من الرقاق الناشف او الرقاق الطري او الجلاش العادي. وانا كل اللي يعرفني يعني انا مشهوره بصينيه الرقاق باللحمه المفرومه بتاعتي، انا بحبها جدا جدا، والولاد كمان عندي بيحبوها قوي، ويوم ما بعملها يعني بيكون عيد في البيت. طيب انا خلصت الرقاق، هعمل ايه بقى؟ الدوبنج اللي هسقيه بيه. طيب في مدارس كتير قوي قوي الموضوع ده. في ناس بتعمل حليب وبيض وتوابل زي ما انا هعمل، في ناس بتعمل شوربه ولبن، في ناس بتعمل شوربه بس، في ناس بتحط شوربه وبيض وبس. لا انا بقى هعمل كوبايه لبن كده حلوه او على حسب الصينيه بتاعتك، وهنزل فيها ب2 بيضه لان الصينيه دي كبيره، فانا تقريبا اخده كوبايتين لبن او كوبايه ونص وبيضتين وشويه ملح وشويه فلفل اسود ومعلقه بيكنج باودر. ليه بيكنج باودر؟ يعني معلقه صغيره. ليه بيكنج باودر يا نرمين؟ عشان الرقاق عندي يورق ويبقى فلافي كده،
على قد ما هو مقرمش على قد ما هو يكون مورق معاكي، وتاكليه كده تحسي ان هو طري، يبقى مقرمش من بره كده ومن جوه زي البغاشه كده، تقطمي كده يدوب في بقك. قبل ما هنزل بالصوص اللي انا هعمله ده او التشريبه اللي انا هعملها، او يعني شوفوا انتوا بتسموها ايه، لازم اكون مقطعه صينيه الرقاق بتاعتي. انا هنا قطعتها قطع صغيره، اوقات بقطعها زي البيتزا مثلثات، انتي براحتك، شوفي انتي حابه تعملي ايه وحابه تحطيه ازاي وقطعيه زي ما انتي عايزه. طبعا انا بعتذر لكم هنا عن التصوير لو الصوره مهزوزه شويه مش زي كل مره، بس لان الستاند ما كانش معايا وكنت بصور بايد وبشتغل بايد تانية، لغايه ما اخيرا حبيبتي جت وساعدتني وكملت معايا الفيديو. شوفوا هنا خلاص انا قطعته. هنزل بقى بالحليب بتاعي وبالبيض، وفي ناس كمان على فكره بتستخدم زبادي بدل البيض، بتستخدم زبادي قصدي بدل الحليب بتستخدم زبادي، بس ده بيبقى وقتها بوريك. ان شاء الله نعملها مره وصفه بوريك التركي. شوفوا انا هنا بسقيها ازاي، دخلت الفرن بقى واتفرجوا على الجمال. شايفين لونها طالعه وشها مقرمش ومن جوه طريه جدا جدا، وهتشوفوا دلوقتي انا بفتح لكم الرقاقه وبوريها لكم. طيب عملت ايه بعدها؟ شويه ملوخيه. شوربه الحمام اللي عندي صفيتها وروقتها وظبطت الملح بتاعها، وكان عندي ملوخيه مجمده نزلت كده بكيس ولا كيسين، ونعمل الطشه بتاعتها. طبعا كلكم شاطرين وعارفين طريقتها. توم، شويه كمون، شويه كزبره مع معلقه سمنه او شويه زيت او حته زبده، تحمريهم كده على النار وطش على الملوخيه بتاعتك وتشوفي احلى ملوخيه. طبعا ظبطي ملحها وحط لها معلقه سكر صغيرين وهتبقى زي الفل وبالف هنا وشفا. طبعا طبخت جنبها شويه رز، عايزه بقى رز بالشعريه حلو، عايزه شويه رز ابيض زي الفل، عايزه رز ورز، اعملي اللي انت حباه. انت ملكه مطبخك وكل اللي انت عايزاه هيبقى حلو طول ما انت عاملاه بحب وبالدعاء كده، ونقول بسم الله ونبدا. سفرتنا جهزت وخلصت، عملنا شويه سلطه والملوخيه مع الرز الابيض والرقاق، وكانت سفره لطيفه وجميله وبالف هنا وشفا على حبايبي اللي اكلوا واتبسطوا. يا رب تكون الوصفه حلوه. اوعدكم ان الحمام انا هقول لكم كل خطواته ان شاء الله اول ما توصلي طلبيه الحمام من مصر، وهعمله معاكم خطوه خطوه من اول توريقه لتتبيله للفريك بتاعه او الرز اللي انتوا عايزينه. لو بتتفرجوا معايا لغايه دلوقتي متشكره جدا جدا. اتمنى كلكم يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب واحلى كومنت بحبه منكم، بحب كلامكم قوي قوي وتشجيعكم ليا قوي قوي. يا رب يكون الوصفه سهله وبسيطه وخفيفه عليكم. انا هنا طبعا هوريكم بس الرقاق شكله ازاي من جوه، وحتى كمان الحمام انا ما بحبش التفاعيص في الاكل عشان ما يبقاش الشكل مؤذي لناس معينه لو مش بتحبوا كده، بس يعني حبيت اوريكم شكل الرقاق. شايفين ازاي من جوه مورق وحلو. الحمام كمان كان مستوي قوي قوي، وبشكر قوي قوي حبايبي اللي جابوهولي من مصر، كان نفسي فيه فعلا. هنا انا مش عايزه افعص كتير بس كان حلو قوي، واللحم الصدر مستوي وكان زي الفل. ميرسي جدا جدا ليكم. لو بتتابعوني على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام يا ريت نعمل فولو ولايك. اشوفكم على خير وباي باي.